الدنيا ساعة اجعلها طاعة، والنفس طماعة عودها القناعة، فلا بد من طلب العلم. ومرة ثانية، من أجل أن تضع دال نقطة جانب اسمك 23 سنة دراسة، ومن أجل جنة عرضها السماوات والأرض فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ما عندك وقت تحضر درس؟ ما عندك وقت تحضر درس؟ إلى متى أنت باللذات مشغول وأنت عن كل ما قدمت مسؤول؟ تعصي الإله وأنت تظهر حبه، ذاك لعمري في النظام بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب يطيع. أيها الإخوة الكرام، مقدمة لهذا اللقاء الطيب. كم عالم بالعالم الإسلامي من بعثة النبي إلى الآن؟ ألوف، عشرات الألوف، مئات الألوف. كم معهد شرعي، كم كتاب تفسير، كم شيء لا ينتهي. هل يمكن أن أضغط هذا الكم الكبير بكليات؟ مرة زرت معمل سيارات بأمريكا، جنرال موتورز، قال لي المرافق والدليل اللي هي فيها 300 ألف قطعة سيارة، 300 ألف. أنا كراكب في غلاف معدني قال لي سوري، وفي محرك، وفي عجلات، وفي مكبح، وفي بنزين، بس كانوا 300 ألف صاروا 7. يعني ممكن أضغط هالدين، مئات العلماء، آلاف العلماء، كليات شريعة، مؤسسات، تفاسير، كتب، محاضرات، بكليات. ممكن. أول كلية الفكر، التصور، الإيديولوجيا، المنطلق النظري، كلها كلمات لمسمى واحد. الجانب العقدي التصوري، هذا جانب. إن صحت العقيدة صح العمل، إن فسدت فسد العمل. العقيدة لا بد من طلب العلم. إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. والعلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك، فإذا أعطيته بعضك لم يعطيك شيئا. يعني حتى توضع قبل اسمك دال نقطة، دال نقطة، دكتور يعني 23 سنة دراسة، 23 سنة دراسة مشان دال. ومن أجل جنة عرضها السماوات والأرض فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ما عندك فرصة تحضر درس علم، تقتني كتاب تفسير، تجلس جلسة دعاة إلى الله، شيء أساسي جدا. عفوا، من بيتي إلى هنا كم بناية فيه، وكم طابق، وكم شقة، وكم شخص؟ العدد بسيط جدا. فالبطولة أن تكون مع الذين عرفوا الله. فلو شاهدت عيناك من حسننا الذي رأوه لما وليت عنا لغيرنا، ولو سمعت أذناك حسن خطابنا خلعت عنك ثياب العجب وجئتنا، ولو ذقت من طعم المحبة ذرة عذرت الذي أضحى قتيلا بحبنا، ولو نسمت من قربنا لك نسمة لمت غريبا واشتياقا لقربنا، ولو لاح من أنوارنا لك لائح تركت جميع الكائنات لأجلنا. فما حبنا سهل، وكل من ادعى سهولته قلنا له قد جهلتنا، فأيسر ما في الحب للصب قتله، وأصعب من قتل الفتى يوم هجرنا. أخواننا الكرام، هذا الدين في كليات، بنود عريضة. أول كلية العقيدة، إن صحت صح العمل، وإن فسدت فسد العمل. هذه تحتاج إلى طلب علم.
فإذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. إلا أن العلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك، فإذا أعطيته بعضك لم يعطك شيئا. ويظل المرء عالما ما طلب العلم، فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل. طالب العلم يؤثر الآخرة على الدنيا فيربحهما معا، بينما الجاهل يؤثر الدنيا على الآخرة فيخسرهما معا. يعني الله عز وجل بالتعبير المعاصر سرب إلينا بعض أقوال أهل النار، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. أزمة علم فقط. هلأ في 8 مليارات إنسان، 8 مليارات، فيهم واحد يحب الفقر أو القهر أو المرض؟ ولا واحد. فيهم واحد لا يحب بيت واسع، زوجة صالحة، أولاد، كلياتنا. أنا في عندي مقاييس ل8 مليارات إنسان. دعك من الإسلام. في إنسان بالأرض يحب الفقر، المرض، القهر. في إنسان ما يحب البيت الواسع والزوجة الصالحة والأولاد، كلياتنا. بس قضية تعليمات صانع، البطولة أن تتبع تعليمات الصانع. اقتنيت مركبة حديثة جدا وغالية جدا، تألق ضوء أحمر في لوحة البيانات. إن فهمت هذا الضوء فهما ساذجا، تألق تزييني، احترق المحرك، بدك 100,000. وإن فهمته فهما وفق تعليمات الصانع، هذا ضوء تحذيري، أوقفت المركبة، صببت لتر زيت فقط، انتهى الأمر كله. فالإنسان لما بيحب ذاته، بيعشق ذاته، عليه أن يتبع تعليمات الصانع. لا تحب أحدا، أحب نفسك. فلذلك الإنسان لما بيعرف الحقيقة بيكون أسعد إنسان. في لذة وفي سعادة، كلامي دقيقة. اللذة حسية مادية، تحتاج دائما إلى وقت وإلى مال وإلى صحة، ولحكمة بالغة ناقصك وحدة دائما. بالبداية في وقت وفي صحة بس ما في مال. بالوسط في صحة وفي مال بس ما في وقت. بالنهاية في مال وفي وقت ما في صحة. دائما ناقصك وحدة. من محبة الله لنا كي لا نغتر بالدنيا، كي لا نجعلها غاية مطلبنا. الدنيا ساعة اجعلها طاعة، والنفس طماعة عودها القناعة. فلا بد من طلب العلم. ومرة ثانية، من أجل أن تضع دال نقطة جانب اسمك 23 سنة دراسة، ومن أجل جنة عرضها السماوات والأرض فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ما عندك وقت تحضر درس؟ ما عندك وقت تحضر درس؟ إلى متى أنت باللذات مشغول وأنت عن كل ما قدمت مسؤول؟ تعصي الإله وأنت تظهر حبه، ذاك لعمري في النظام بديع. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب يطيع. أخواننا الكرام، في حالة اسمها الأمن، أقسم لكم بالله لا يتمتع بها إلا المؤمن. الدليل: لا تقبل في الدين شيء إلا بالدليل. فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا. ما بكفي. ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. لو أن الآية افتراضا الأمن لهم مع القرآن ولغيرهم. أولئك لهم الأمر، التقديم والتأخير صار في قصر وحصر. أولئك لهم الأمن، لا يتمتع بنعمة الأمن إلا المؤمن. يعني موظف بسيط ببلد غير متقدم ماليا،
طبق منهج الله يتمتع بالأمن، ورئيس أكبر دولة بالعالم فقذف في قلوبهم الرعب بما أشركوا. يعني أقل وظيفة بالأرض بالخمس قارات مع الإيمان في أمن. فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا، ما بكفي، ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وحدهم. يعني وأقوى إنسان بالأرض، حاكم أكبر دولة بالعالم، إذا ما كان مؤمن عنده قلق، فقذف في قلوبهم الرعب بما أشركوا. فأنت كمؤمن تتمتع بشيء نادر في الحياة، أنت تتمتع بالأمن. أي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فأنت لما بتعرف سر وجودك وغاية وجودك تصح حركتك. يعني واحد ميسور أرسل ابنه إلى باريس لينال الدكتوراه من السوربون، أقوى جامعة بالشرق بأوروبا كلها. هذا الشاب أرسل أبوه إلى باريس لينال الدكتوراه في باريس من جامعة السوربون. شوف علة وجوده في هذه المدينة. باريس أكبر مدينة في أوروبا، فيها معامل، فيها جامعات، فيها ملاهي، فيها انحرافات. علة وجوده الوحيدة في هذه المدينة العملاقة الدراسة. بس هذا لا يمنع أن يدخل إلى مطعم فيأكل، يجلس في حديقة فيتنزه، ما في مشكلة، يقتني كتاب فيقرأه. أما علة وجوده، اسمع القرآن: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. العبادة طاعة طوعية. الذي خلقنا وهو الله، حياتنا بيده، الموت بيده، الصحة بيده، المرض بيده، القلق بيده، الأمن بيده، كل شيء بيده. ومع كل ذلك ما قبل أن نعبده إكراها. قال لا إكراه في الدين، بل أراد الله جل جلاله أن تكون العلاقة به علاقة حب. قال يحبهم ويحبونه. إله، حياتنا بيده، المرض بيده، الصحة بيده، الغنى بيده، الفقر بيده، القوة بيده، الضعف بيده، راحة البال بيده. ومع كل ذلك ما قبل أن نعبده إكراها، فقال لا إكراه في الدين. بل أراد أن تكون علاقة الحب بيننا وبينه. قال يحبهم ويحبونه. فلذلك الحب في الله عين التوحيد. الحب في الله عين التوحيد. أن تحب الله، أن تحب رسوله، أن تحب الأنبياء جميعا، أن تحب العلماء الربانيين، أن تحب المساجد، أن تحب العلم. الحب في الله عين التوحيد. والحب مع الله عين الشرك. أن تحب جهة تمنعك أن تصلي فأطعتها وعصيت الله. ما في أحمق من الذي يعصي الله وجوده بيد الله عز وجل. يعني إليه يرجع الأمر كله. الأمر بالخمس قارات، هذا البعد المكاني، والأمر من آدم ليوم القيامة البعد الزماني. إليه يرجع الأمر كله فاعبده. متى أمرك أن تعبده؟ بعد إذ طمأنك أن الأمر يرجع إلى الله عز وجل وحده. فلذلك أيها الإخوة، أن تعرف الله، أن تعرف رسوله، أن تعرف الشريعة، أن تعرف علة وجودك وغاية وجودك، هذا شيء أساسي في حياتنا. فلذلك لا بد من طلب العلم،
فإذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم، والعلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك، فإذا أعطيته بعضك لم يعطيك شيئا. ويظل المرء عالما ما طلب العلم، فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل. طالب العلم يؤثر الآخرة على الدنيا فيربحهما معا، بينما الجاهل يؤثر الدنيا على الآخرة فيخسرهما معا. فأخواننا الكرام، أنت بهذا الطلب تحقق وجودك. يعني العلم مو شيء تحصيلي، شيء أساسي. يعني مثلا سيارة فيها مصابيح زايدة ممكن، فيها معدن غالي جدا ممكن، أما المحرك أساسي. في شيء ثانوي وشيء أساسي. المحرك ينقلك من مكان إلى مكان، فلذلك لما يلغى المحرك ما عاد السيارة وقافة صارت. شوف، حياة من دون دين ما لها معنى إطلاقا، مملة. ليش؟ الإنسان بالبداية بيعيش بأحلام كبيرة جدا، لما بيتزوج زوجته محددة صارت، وعمله محدد، كله محدد. الحياة من دون إيمان مملة، مملة فعلا. والانتحار بالعالم الغربي يفوق حد الخيال. الانتحار من أناس يملكون ملايين مملينة، ما عرف سر وجوده ولا غاية وجوده. تلاقي إنسان عادي بسيط بدولة نامية عرف الله، أسعد إنسان، وإنسان يملك ملايين مملينة. الانتحار بالعالم الغربي يفوق حد الخيال، ملايين معه، ما رأى في الدنيا شيء ذي بال. لذلك من عرف الله عرف كل شيء، ومن فاته أن يعرف الله فاته كل شيء. أخواننا الكرام، الدين شيء أساسي جدا. أن تعرف الله، أن تعرف الحلال والحرام، أن تعرف ما يجب وما لا يجب، ما يجوز وما لا يجوز، هذا الدين. فلا بد من طلب العلم. ومرة ثانية، إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم، والعلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك، فإذا أعطيته بعضك لم يعطيك شيئا. ويظل المرء عالما ما طلب العلم، فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل. كليات الدين العقيدة، إيديولوجيا، تصور، الفهم. هي العقيدة جانب عقدي، يعني جانب علمي، لا بد من طلب العلم. في حركة الآن، أنت بحاجة للطعام والشراب. الله وصف الأنبياء بأنهم كانوا يأكلون الطعام. أنت مضطر أن تأكل كي تبقى، ومضطر إلى ثمن الطعام. كانوا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، الأنبياء، لأنك إنسان مفتقر في وجودك إلى الطعام والشراب. طبعا إلى الهواء أعلى درجة، للماء أقل، للطعام أقل. من دون هواء بعد دقائق بيموت الواحد، من دون ماء بعد يومين، من دون طعام بعد أسبوعين ثلاثة بيموت. فأنت مفتقر إلى الطعام والشراب، فأنت مفتقر إلى الله عز وجل. والله عز وجل بلمحة بينهي حياتك، يقول لك خسرة بالدماغ، فشل كلوي، شيء دقيق جدا. فيا أيها الإخوة الكرام، قضية الدين قضية مصيرية، وفي أشياء كثيرة مو قضية مصيرية. يعني ممكن يكون واحد بيته صغير وزوجته يعني مرضي عنها لكن مو كما يتمنى، ممكن، ودخله قليل بس بعيش. أما من دون هواء وقف حياته. إذا آمنت أنه الدين كالهواء بتكون بطل. الدين كالهواء نستنشقه وإلا نموت. هكذا القرآن ذكر هالشيء كثيرا، أنه أنت بحاجة أساسية إلى وجودك وكمال وجودك واستمرار وجودك. بتحب وجودك لا شك، بتحب كمال وجودك، يكون عندك بيت واسع وزوجة صالحة وأولاد أبرار، واستمرار وجودك تحب 130 سنة. في شيخ أزهر عاش 130 سنة
بالضبط. فهو الحقيقة أنه الله قال الإنسان بالتعريف الدقيق الجامع المانع الرائع: الإنسان بضعة أيام، كلما انقضى يوم انقضى بضع منه. أنت زمن، ولأنك زمن أقسم الله لك بمطلق الزمن، إذ قال: والعصر إن الإنسان لفي خسر. إله يقسم، خالق الأكوان يقسم: إن الإنسان لفي خسر. كيف أنا خاسر؟ قال: لأن مضي الزمن يستهلكه. بس قبل أن تقول مؤمن غير مؤمن صالح طالح إيمو كل هذا، مضي الزمن يستهلكك. لذلك أجمل تعريف جامع مانع قاطع رائع الإمام الحسن البصري قال: الإنسان بضعة أيام، كلما انقضى يوم انقضى بضع منه. فأنت زمن، ولأنك زمن أقسم الله لك بمطلق الزمن. قال لك: والعصر، خالق الأكوان، إن الإنسان لفي خسر. لما يا رب نحن نخسر؟ قال: لأن مضي الزمن يستهلكك. بس إلا الذين آمنوا، هي ما بعد إلا يا الله أركان النجاة. الإمام الشافعي قال: ما بعد إلا أركان النجاة. أي إنسان خاسر لأنه زمن. بالمناسبة الأشياء الجامدة لها وزن وحجم وطول وعرض وارتفاع، أما المتحركة فيها بعد رابع، الزمن. السيارة مثلا من 20 سنة إلى مظهر آخر، قد يكون لون بهت، الأشياء تعبت. فكل شيء متحرك الزمن هو البعد الرابع في هذه الأشياء. فنحن زمن. والعصر إن الإنسان لفي خسر، خالق الأكوان. لأننا زمن، فالبطولة أن تستغل هذا الزمن في العمل الصالح، والعمل الصالح يرفعه. أنت لما مثل ما قلت قبل قليل أرسلت ابنك إلى باريس لينال الدكتوراه، علة وجوده الوحيدة في هذه المدينة العملاقة الدراسة. فإذا ما درس خاسر. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ذلك هو الخسران المبين. أن تخسر الله، أن تخسر معرفة الله، أن تخسر عبادتك، أكبر جهل. لذلك دائما الإنسان البعيد عن الله يوصف بالحمق. آثر الدنيا على الآخرة، آثر ما يفنى على ما يبقى، آثر الطاعة على المعصية، آثر المعصية على الطاعة. فلا بد من طلب العلم. مرة ثانية: إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. والعلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك، فإذا أعطيته بعضك لم يعطيك شيئا. ويظل المرء عالما ما طلب العلم، فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل. إذن الكليات العقيدة. الحركة لا، الحركة إما أن تكون وفق منهج الله أو بخلاف منهج الله. بخلاف منهج الله أكبر خسارة. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ذلك هو الخسران المبين. فنحن في عنا العقيدة، الإيديولوجيا، التصور، وفي عنا الحركة. الحركة في حركة سلبية، لك أنا ما أكلت مال حرام، ممتاز. أنا ما كذبت، أنا ما غشيت، هي حركة سلبية. إيجابية: أنفقت من مالي، من علمي، من جاهي. الثمرة: أقم الصلاة لذكري. أقم الصلاة لذكري، يعني أنت بالصلاة تذكر الله. وقال: فاذكروني أذكركم. إن ذكرت الله يذكرك. إذا كان ذكرته أديت واجب العبودية، لكنه إذا ذكرك، دقق الآن، يمنحك السكينة، تسعد بها ولو فقدت كل شيء. تسعد بها
ولو فقدت كل شيء، وتشقى بفقدها ولو ملكت كل شيء. هي السكينة أكبر عطاء إلهي، ذاقها النبي في الغار، وذاقها إبراهيم في النار، وذاقها يونس في قلب الحوت، في الحوت. قليلة هي، حوت وزنه 150 طن، وجبته الطبيعية 300 كيلو، أي الصباحية، بقلب الحوت صار. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم. هلا القصة هي قلبت إلى قانون: وكذلك ننجي المؤمنين. إذا كل الناس لما دخل لبطن الحوت فنادى في الظلمات، في ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت، أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. قلب إلى قانون. أي واحد منكم يا أخي غالي على الله، خلقنا ليسعدنا. الدليل: إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. أي واضحة صارخة محكمة: إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. فأنت لا تعبأ بأي كلام آخر يتناقض مع هذه الكلمة. خلقنا ليرحمنا، ورحمة ربك خير. شوف مما يجمعون في حالة بالتجارة فوق الكسب، الجمع. أنت كم مليون السنة حصلت؟ والله 5 ملايين. مو شيء، أنا 10 ثابت. بينتقل التاجر أيام لمستوى الجمع، مو موضوع الرزق. ورحمة ربك خير مما يجمعون. فأنت إذا عرفت الله واستقمت على أمره وأحسنت إلى خلقه، أنت نلت سعادة الدنيا والآخرة. والسعادة شيء مهم جدا غير اللذة. السعادة أن يكون لك صلة مع الله عز وجل، والسعادة ثمنها باهظ، بس ممكن أن تعرف الله. السعادة أن تتصل بأصل الجمال والكمال والنوال. السعادة أن تتصل بالخالق والرب والمسير. السعادة أن تتصل بصاحب الأسماء الحسنى والصفات العلى. السعادة أن يكون لك مع الله خط ساخن في الليل. إذا كان ثلث الليل الأخير نزل ربكم إلى السماء الدنيا فيقول: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من طالب حاجة فأقضيها له؟ حتى ينفجر الفجر. أخواننا الكرام، نصيحة لوجه الله مرة ثانية: إذا كان ثلث الليل الأخير نزل ربكم إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله، فيقول: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من طالب حاجة فأقضيها له؟ هل من سائل فأعطيه؟ حتى ينفجر الفجر. فهذا صلاة الفجر أعظم صلاة. فلذلك أخواننا الكرام، نحن خيارنا الوحيد أن نعرف الله. يعني إذا كان طفل أعطيته بالعيد 50 دينار، وأعطاه عمه الثاني 50 وخاله 50 وخاله الثاني 50، لك أنا معي مبلغ عظيم. صح كلامه، طفل صغير معه 200 دينار. فإذا قال رئيس دولة عظمى: أعددنا لهذه الحرب مبلغا عظيما 200 مليار دينار، صرنا 200 مليار. فإذا قال الله عز وجل: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. شو قولك؟ وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فإذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. إلا أن العلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك، فإذا أعطيته بعضك لم يعطيك شيئا.
والإنسان يظل عالما ما طلب العلم، فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل. طالب العلم يؤثر الآخرة على الدنيا فيربحهما معا، بينما الجاهل يؤثر الدنيا على الآخرة فيخسرهما معا.